اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم اميره سلامه، والنهارده ان شاء الله وصفه جديده. هنعمل مع بعض طبيخ البسله بطريقه سهله وبسيطه، وطعمه تحفه وريحتها بتجيب اخر الشارع. شايفين شكل الطبق عامل ازاي؟ ولا طعمه وريحته يا خرابي! طعمها حلو جدا جدا، وهنعمل كمان تكه تخليها طعمها احلى من اي طبيخ عملتيه قبل كده. شايفين شكلها مستوية مظبوطة، مش مهرية. طعمها حلو جدا، وكمان الصلصة بتاعتها مظبوطة. في حلة على النار هحط حوالي معلقتين كده من الزيت، وكمان معلقة صغيرة من السمنة، وياريت تكون سمنة بلدي. ساحت معايا كويس جدا. هكون مقطعة معايا بصلاية هنزل بيها على طول، سواء مفرومة ناعم او خشن عادي مش هتفرق. هقلب بقى لغاية اما تدبل معايا، تدبل مش تاخد لون، يا دوب تدبل معايا. ايدي فيها طبعا عشان كلها تبقى سوا واحد، لغاية اما تدبل معايا بالطريقة دي. كده تمام. هنزل بقى بالتوابل بتاعتي. لو متابعيني هتعرفوا ان انا بحط التوابل على البصل على طول. نص معلقة صغيرة من كل حاجة: كمون وفلفل اسمر وكزبرة وبابريكا ومكعب من المرقة، وكمان ملح حسب الرغبة. بهرس كده المكعب المرقة وهدي تقليبة للتوابل مع البصل بتاعي لغاية اما ريحتها تطلع كده ويتشربوا من بعض. هكون مضربة معايا الطماطم، طبعا حسب الكمية اللي انت هتعمليها، مفرومة بس ممكن تصفيها او لا حسب راحتك. نزلت بيها كده على البصل والبهارات، هديها تقليبة كويسة عشان كله يدوب مع بعضه. كده تمام. هفضل معليه عليها بقى لغاية اما تغلي، وبعد كده هدي النار لغاية اما تتسبك معايا بالطريقة دي. كده خلاص اتسبكت معايا. هنا عندي الجزر اهو والبسلة، سواء متفرزة او طازة مش هتفرق. هديها تشويحة كويسة كده مع الصلصة. تمام. هغطيها بقى وهدي عليها النار حوالي 10 دقايق، تكون اتشربت من طعم الصلصة كويس جدا. هنا خلاص كان ال10 دقايق عدوا. شايفين بقبقت مع بعض اهي، غليوا مع بعض كويس جدا. هكون غالية معايا بقى مية سخنة بتغلي، وهروح نازلة عليها يا مية سخنة يا شوربة. هي مية سخنة بس انا حطاها في الكوب البلاستيك عادي يعني. كده تمام. اديتها تقليبة. احسن حاجة للطبيخ لا تخففي قوي ولا تقلي قوي عشان يبقى مظبوط وحلوة معاكي. غطيت عليها لغاية اما غليت كويس. ههدي عليها بقى النار لغاية اما تستوي معايا، ويبقى كده تمام. هنا بقى التكة كانت استوت معايا. حطيت بقى ربع معلقة صغيرة من السكر ومعلقة صغيرة من الثوم المفروم. دي بتنقلها في حتة تانية خالص. دي التكة اللي بتخلي ريحتها وطعمها تحفة جدا جدا. انا حطيتهم بعد ما البسلة بتاعتي استوت. حطيت ربع معلقة صغيرة من السكر ومعلقة صغيرة من الثوم المفروم. غطيت عليها غلت معايا ما كملش دقيقة. كده خلاص تمام. يبقى كده كمان البسلة خلصت معايا، وهطفي على طول. يعني يا دوب بحط السكر والثوم واروح طافية على طول. شايفين شكل الطبيخ؟ حلو جدا وريحته جبارة وطعمه رهيب. جربوها بالطريقة دي هتعجبكم جدا جدا. شايفين شكله؟ تعالوا كلوا معانا بقى. ايه رأيكم في وصفتنا النهاردة؟ اعملوها بالطريقة دي وهتدعولي. بس ضروري تحطي الثوم ني، وتروحي مخليها تغلي دقيقة بس، عبارة عن دقيقة او اقل كمان، وتروحي طافية على طول. بتخلي طعمها تحفة. شايفين شكلها؟ ايه رأيكم بقى؟ اعملوها وهتدعولي والله. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. ما تنسوش تحطوا كومنت حلو منكم، واستنوني في وصفات جاية كتير ان شاء الله. اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.